أيها المسلمون عباد الله، الأمانة هي علامة من علامات إيمان العبد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي بسند حسن. إن الأمانة عباد الله ليست مجرد كلمة، بل هي منهج حياة يشمل أمانة الدين بالقيام بفرائض الله سبحانه وتعالى وترك نواهيه، أمانة الجوارح عبد الله فلا تستعمل إلا فيما يرضي المولى جل وعلا، كذلك أمانة التعامل بحفظ حقوق العباد المادية والمعنوية. أيها المسلمون عباد الله، إن من ضيع الأمانة فقد نقص من إيمانه بقدر ما ضيع، والله سائل كل عبد عما استرعاه، فاتقوا الله عباد الله في أماناتكم وكونوا خير خلف لخير سلف. فعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؟ رواه أحمد وصححه الألباني. عباد الله، إن الأمانة وحفظها هي سر السعادة في الدنيا والآخرة، فمن حفظ أمانة ربه وأمانة عباده فقد حاز الخير كله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خلق، وعفة مطعم. أيها المسلمون عباد الله، قال بعض السلف: ما عبد الله بمثل أداء الأمانة. فإذا رأيت الرجل يعظم الأمانة في دقيق الأمر وجليله فاعلم أنه على جادة أهل السنة والاتباع، فإن الأمانة هي الدين كله. أيها المسلمون عباد الله، إن حفظ الأمانة وعدم تضييعها سبب من أسباب نيل محبة الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن. رواه البيهقي وحسنه الألباني.